السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وأحسن حال يا رب العالمين. النهاردة إن شاء الله جايلكم بيوم جديد وروتين جديد. وطبعا حابة قبل ما أبدأ في أي كلام خالص بحب أشكر كل الناس اللي متابعيني برا مصر ومن جوا مصر، كلكم على راسي من فوق. وطبعا معانا النهاردة روتين صباحي. بصوا عايزة اقول لكم يعني حاجة كده كلها كده نشاط وحيوية وطاقة ايجابية ان شاء الله باذن الله الفيديو يعجبكم. حطوا بالك الفيديو، بصوا انا ماليش دعوة، عايزاكم كده توصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات. مش عايزين بقى القناة بتاعتكم تكبر ولا ايه، هنفضل كده عيلة صغيرة. عايزاكم كده بصوا تحطوا لايكات كتيرة كتيرة قد الدنيا كلها. تمام. وكمان لو انتوا اول مرة بتشوفوني وحابين تتابعوا يومياتي كلها اول باول، هتنزلوا حالا تحت الفيديو كلمة اشتراك تضغطوا عليها. طبعا تبقى اختي من اخواتي وكمان عيلتي هتكبر وتنور بيك يا ست الكل. واهم حاجه ما تنسيش تفعلي جرس التنبيهات على الكل عشان يوصلك اشعار بكل جديد انا بنزله. ويلا بقى بينا على طول نبدا الفيديو بتاعنا وتعيشوا بقى معايا اليوم. ومعانا بقى روتين النهارده روتين صباحي. عايزه لكم ان روتين النهارده حماسي حماسي جدا جدا. فهنعمل حاجات كتيره مع بعض في قلب الفيديو ان شاء الله باذن الله الفيديو النهارده يعجبكم. وكمان يعني هنخلص بقى شويه الغسيل اللي انا بنشرهم دول ونخش بقى على طول على المطبخ. عندنا حبه حاجات في المطبخ كده عايزين يتعملوا. بصوا المطبخ كله بصراحة يعني ما عادش عاجبني، فعايزة بقى أبدأ فيه أعمل كده يعني في حاجة بحاجة، لأن كمان عايزة أغير إن شاء الله بإذن الله نظام المطبخ. فمش معقول بقى إن أنا يعني أغير النظام وفي حاجات كتيرة مش عاجباني وحاجات كتيرة عايزة تتنضف من الآخر كده. هو عايز تنظيفة عميقة جدا جدا من أعماق البحر كده. فقلت بقى إيه، هبدأ كده إن شاء الله بإذن الله وأتشجع وأقوم بقى على طول أعمل فيه أي حاجة كده النهاردة عشان خاطر يعني حاجة تفتح نفسي أو حاجة كده إن أنا أبتدأ بيها، يعني إن إيه تخلّيني بقى إيه، أبدأ في المطبخ وكده. تمام. فطبعًا زي ما أنتم شايفين أو زي ما بيقولوا كده يعني إيه، من برّه هالّا هالّا ومن جوّه يعلم الله. هو المطبخ بتاعي أقسم بالله يتطبّق عليه المثل ده. تمام. بس إن شاء الله بإذن الله ناوية إن أنا أعمله بإذن الله، بس يعني إيه واحدة، واحدة. تمام. هنا بقى زي ما أنتم شايفين قُمت طبعًا الساعة 7:30 لقيت الجو حلو جدًا، بعد بقى أمّا مشيت الولاد وكده، فتحت بقى شبابيك الشقة كلّها، قُلت كده إيه الشقة كده تتملى طاقة إيجابية وكمان أغيّر جوّها. كمان أنا باحب اليوم اللي يكون طالع فيه شمس كده، فباحب أستفاد صراحة يعني. تمام. وكمان طلّعت بقى البطانية زي ما أنتم شايفين، وطلّعت بقى المخدة والتكاوي بتاعة السرير قُلت كده تتشمِّس. وزي ما قُلت لكم باحب أستفاد من اليوم اللي يكون فيه شمس، أطلّع الفرشة بتاعة الغرفة بتاعتنا أو بتاعة الولاد، أو مثلًا سجادة عايزة تتشمِّس وكده، فإيه اللي هو يعني أطلع مستفادة يعني بشوية الشمس وكده. تمام. وكمان كان عندي شوية غسيل قُلت بقى إيه أمّا أشغّل عليهم كده الغسالة، حتى يعني إيه يكونوا يعني حاجة بسيطة كده، ما اقعدش بقى أكركب على نفسي وألِم بقى هدوم وأقوّم هدوم وكده، وبعدين بقى أنا أتعب في غسيلهم ولمّهم وتطبيقهم والكلام ده كلّه. فباحاول على قد ما أقدر إن يعني إيه تكون الكمية الغسيل اللي عندي تكون حاجة بسيطة يعني وكده. طلعنا بقى الحاجة في شمس زي ما أنتم شايفين، فتحنا شبابيكنا والدنيا تمام. وكمان خلصت بقى المصالح بتاعة الشقة كلها برّه. كمان بقى نشرت شوية الغسيل، قُلت بقى ندخل بقى على المطبخ، نشوف المطبخ ده عايز مني إيه. زي ما قُلت لكم هو كده من برّه هالّا هالّا ومن جوّه يعلم الله. فطبعًا عندنا كده روتين كلّه رغاوة كده وحماس ونشاط. بصوا إن شاء الله بإذن الله الفيديو يعجبكم. تمام. كمان هنعمل حاجة حلوة مع بعض، بصوا عيشوا معايا اليوم يعني. بس قُلت بس النهارده إيه أبدأ عشان عايزة زي ما قُلت لكم أغيّر نظام المطبخ، فهو كلّه على بعضه ما عادش عاجبني. وكمان يمكن الشفاط باين لكم إن هو نضيف، بس يعني إيه هو ممكن يكون نوعًا ما نضيف، ولكن لأ أنا غِبت عليه كتير جدًا، جدًا. بقى لي حوالي دلوقتي من يوم ما أبو خالد عمل حادثة، يعني داخلين في الشهر، من قبلها بأسبوعين وأنا ما غسلتش الشفاط، فبالتالي ده هيتكوم عليَّ وهيتعبني أنا بعد كده. تمام. أنا أساسًا كنت متعودة إن كل 10 أيام بانزّل الشفاط واغسله، بحيث إن كل حاجة تبقى بسيطة وخفيفة كده، ما تكونش يعني حاجة متراكمة عليَّ وبعد كده تتعبني أنا. تمام. وكمان عندي الظرف بتاعة المطبخ عايزة تتضبط، ولكن أنا هاعمل حاجة بحاجة مش كله يعني في يوم واحد، لأن المصالح دي يعني باعملها جنب مثلًا شغل بيتي كله، جنب بقى غدا ولادي والواجبات فاهمين يعني الحياة بقى اللي هي بتبقى إيه، اليومية بتاعتنا كلنا. تمام. فقُلت بقى أبدأ بقى بالبرطمانات والأطقم بتاعة التوابل والمنظمات والكلام ده كله عايز يتغسل. ف طبعًا زي ما أنتم شايفين الطقم بتاع التوابل كله فضي، فأنا اللي أساسًا يعني سِبت كل حاجة كده تتشطب منه عشان خاطر هو كده عايز غسلة تكون حلوة. المهم بقى جِبت بقى إيه، فضّيت بقى المنظمات كلّها،
ولو أنتم ملاحظين جبت الكزرولة كده وحطيت فيها كوباية ونص من السكر، لإن هنعمل النهارده حاجة حلوة. أحن كده بقى على الولاد، والله العظيم صعبانين عليَّ جدًا، جدًا، حاسة إن أنا يعني أم مهملة كده ومقصرة في حقهم بصراحة، تمام. فكان عندي بقى إيه، كيس كنافة في الفريزر، فطلّعته قُلت أعمله لهم النهارده تكون برضه حاجة كده مسكّرة في البيت، لإن ساعات الواحد يعني وخاصةً في الشتا بيحب الحاجات اللي تكون مسكّرة وكده، تمام. فزي ما أنتم شايفين المهم جِبت طبق كبير وحطيت بقى فيه إيه، شوية صابون مواعين، وكمان شوية من الكلوركس حلو جدًا، وكمان مش بيبهدل لي إيدي لمّا آجي أغسل، يعني باستحسنه صراحة عن الكلور. الكلور بيبهدل لي إيدي، وقُلت أحط شوية كلوركس يكون يعني إيه، مش هيبهدل لي إيدي، وكمان هينضّف معايا الحاجة وكده، تمام. عشان برضه الحاجة مهما تكون يعني أنا بقى لي فترة مش إيدي فيها، فهي مزيّتة شوية بصراحة، تمام. جِبت بقى الطبق زي ما أنتم شايفين حطيت فيه شوية مَيّة وكمان شوية كلوركس، و حطيت شوية صابون مواعين وعملت بقى الرغوة زي ما أنتم شايفين، وحطيت بقى كل البرطمانات، طقم التوابل يعني كلّه فيه زي ما أنتم شايفين، وكمان يعني على قد ما الطبق أخد، والمنظمات بقى أنا هاغسلها على إيدي، تمام. هنا طبعًا فضّيت بقى كان عندي المنظم بتاع المكرونة والشعرية، صراحة فاضيين يعني، ولكن كان عندي بقى شوية عدس زي ما أنتم شايفين، اشتلت بقى العدس وكمان لسان العصفور، كان عندي شاي وسكر، كل الحاجات دي فضّيتها في جنب وحطيتها بقى على جنب. وكمان عايزة أقول لكم إن المطبخ عندي ناقصه حاجات كتيرة جدًا، جدًا، جدًا. يعني أنا يعتبر بُصّوا عايزة يعني تسويقة كده وشوية مشتريات يكونوا كده حلوين، لأ حاجة يعني بُصّوا ما فيش عندي أي حاجة خالص، عايزة بقى إيه، أبدأ كده من أول وجديد. بس أنا عايزة أقول لكم إن أنا اللي سِبت الطقم التوابل كلّه كده يفضى يعني، عشان خاطر عايزة أغسله وأبدأ بقى كده من أول ونضيف زي ما بنقول يعني. أنا طبعًا غسلت بقى المنظمات، وباصفّي بقى على الرخامة اللي هنا، عشان الرخامة اللي هناك أنا ما باستغناش عنها خالص، لإن الحاجات دي طبعًا مش هتنشف في يومها يعني، أنا باسيبهم ينشفوا كده براحتهم، وكمان على ما أبعت بقى أتسوق وأجيب حاجاتي وكده، الحاجات اللي ناقصاني في المطبخ يكونوا هُم برضه اتصفّوا وكده، تمام. إن شاء الله بإذن الله كل الشغل ده هنعمله مع بعض، فزي ما قُلت لكم إحنا بس ماشيين مع بعض واحدة، واحدة. حطيت المنظمات كده على جنب، وجبت بقى الطقم بقى التوابل، قُلت برضه أدعكه كده دعكة حلوة، وطبعًا الست النضيفة بتبان من إيه، من طقم التوابل بتاعها ومن البرطمانات بتاعتها. كانت أمي دايمًا تقول كده، تقول الست النضيفة بتبان من البرطمانات وطقم التوابل بتاعها يعني وكده، تمام. فادّوا له بقى غسلة حلوة، ولكن أنا صراحة نسيت أغسل الصفاية بتاعة المعالق. بُصّوا أنا كنت ناوية لها نيّة يعني كده، بس إيه، نسيتها بصراحة، ولكن يعني اللي جاي كلّه إن شاء الله بإذن الله هيبقى تنضيف بإذن الله، وكمان تنضيف عميق إن شاء الله، عشان خاطر عايزة أدّي له للمطبخ تنضيفة كده تكون مرضية، وكمان تريّحني بقى، وأرجع كده إن شاء الله بإذن الله أفوق شوية وأطلع من اللي أنا فيه ده، تمام. فعايزة أقول لكم كمان أنا بالنسبة للعلاج اللي أنا باخده صراحةً مهبّطني جدًا، جدًا، وده اللي مخلّيني متأخّرة في كل حاجة، حتى في مصالح البيت حاسة إن أنا فيها زُحلفة كده، حاسة إن أنا عاملة زي الزُحلفة كل حاجة كده ببطء، فالحمد لله رب العالمين. المهم إن أنا يعني إيه، باقوم وباعمل عشان خاطر ولادي والدنيا تمشي وكده. لإن زي ما قُلت لكم يا بنات المضاد الحيوي بصراحة مهبّطني جدًا، جدًا، والمشكلة بقى، بس الحمد لله كل دي ابتلاءات من عند ربنا وأنا راضية بيها طبعًا، وما دام ربنا اصطفاني في الابتلاء فهو يعني الحمد لله بيحبني، وأنا راضية وصابرة بإذن الله، واللي جاي كله خير إن شاء الله بإذن الله، وباحمد ربنا على كل حال. ف من كتر المضاد الحيوي اللي أنا أخدته، فهو إيه، تعب لي معدتي، لدرجة إن أنا كل حاجة باكلها عُدت باجيبها على طول، ما عادش في أي حاجة بتقعد في معدتي. فطبعًا بقى إيه، باخد الحقنة اللي هي إيه، يعني تضبّط لي المعدة شوية، تمام. طبعًا أول ما تعبت بالموضوع ده كانت معدتي بقى بعيدة عنكم ودوخة وصداع مش عارف إيه، فاللي هو رُحت كشفت الدكتور قال لي إيه، لا هي نازلة معوية لو أنتِ يا إما أنتِ واكلة حاجة مسممة. فلأ هو طلع اللي هو من المضاد الحيوي اللي أنا باخده، هو اللي تعب لي الدنيا وإيه، كل حاجة يعني كده بتيجي مع بعضها، فالحمد لله ربنا إن شاء الله بإذن الله يعافيني ويعافيكم بإذن الله. حتى لو أنتم ملاحظين يعني أنا حاسة نفسي بابُص لنفسي في المراية مش بُصّوا يعني أنا متغيّرة جدًا، 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 بس هي إن شاء الله بإذن الله فترة وبإذن الله هتعدي. المهم خلّينا كده نخرج من الmood اللي أنا دخّلتكم فيه ده، بس والله العظيم ربنا اللي عالم إن أنا باعتبركم إن أنتم اخواتي، وباحب أحكي لكم كل حاجة كده وافتح لكم قلبي.
المهم ربنا طبعًا يعافينا ويعافيكم بإذن الله، ربنا يبعد عنا وعنكم كل شر، قولوا آمين يا رب العالمين. وطبعًا متفائلة خير وأمل إن اللي جاي كله خير، كل اللي جاي خير من عند ربنا وكل أمل وتفاؤل. وطبعًا تفائلوا بالخير تجدوه، وما باحبش أفكّر إن اللي جاي كله وِحِش، لأ اللي جاي كله أحسن وأفضل بإذن الله، وأنا متأكدة إن هي فترة وهتعدّي، وربنا يعطينا ويعطيكم الصحة، قولوا آمين يا رب العالمين، ربنا يسعدكم جميعًا، جميعًا. هنا طبعًا زي ما أنتم شايفين خلّصت بقى طقم التوابل كمان غسلته، وكمان نسيت بقى اللي هُم المنظمين اللي هو بتاع الملح، وكمان المنظم التاني اللي باحط فيه اللي هو الإيه الخميرة اللهم صل على النبي والبيكنج باودر والكلام ده كله، جبتهم برضه قُلت أمّا أغسلهم مش عايزة بُص كل حاجة عايزة أغسلها، يعني عايزة بقى أنضّف تنضيفة صح، يبقى أجيب بقى كل حاجة كده ومش هانضّف بقى تنضيفة من على الوش وكده، وبعدين أسيب بقى كل حاجة أو التفاصيل اللي هي المهمة تكون أنا ما عملتهاش، لأ باحب أنضّف تنضيفة تبقى إيه، تنضيفة بقى كده مرضية، وزي ما قُلت لكم يعني إيه، حاجة كده ترضينا وتكون تنضيفة كده عميقة من أعماق البحار زي ما أنا متعودة، وعودت نفسي كمان إن شاء الله بإذن الله باشجعكم، كمان أي حد كده المطبخ بتاعه عايز كده ياخد تنضيفة حلوة، فيالّا ابدئي معايا يا ست الكل. هنا بقى زي ما أنتم شايفين معايا كوباية ونُص من السكر، حطيت عليهم كوباية وربع من المَيّة، حطيت عليه وعصرت عليها عصرة نُص ليمونة ورفعتهم على النار، لا دوّبتهم ولا حطيت فيهم معلقة ولا أي حاجة خالص، تمام، حطيتهم على النار رفعتهم على النار زي ما أنتم شايفين. هنا بقى معايا كوبايتين من الحليب أو من اللبن، حطيت عليهم معلقتين 2 من النشا، تمام، ونزلت فيهم تقليب زي ما أنتم شايفين ومن غير أي سكر، هو اللبن والنشا ما فيش أكتر من كده. لحد طبعًا ما خدت معايا القوام الكريمي اللي أنتم شايفينه ده، رفعتها من على النار على طول، طبعًا لسه معايا الشربات أو السيرب أو الشِرَب زي ما بتقولوا عليه يعني، حطيته بقى كده على النار وهدّيت عليه بقى شوية، يعني 10 دقايق كده وهاطفي عليه على طول ويمكن كمان أقل، يعني من 7 ل10 دقايق كده على النار مش أكتر من كده، تمام، و عملنا بقى الإيه، القشطة عشان هنعمل النهارده كنافة بالقشطة. عندي بقى نُص كيلو من الكنافة، حطيت عليه معلقتين 2 من السكر البودرة، وكمان طبعًا عملتهم كده في بعض، قلّبتهم كده مع بعض يعني معلقتين السكر مع الكنافة، طبعًا مفرفتة الكنافة مخلّياها ناعمة جدًا، جدًا، تمام، وأحسن حاجة إن أنتِ تكوني مطلّعاها من الفريزر وتفتفتيها على طول عشان خاطر ما تاخدش معاكِ وقت وكده. معايا بقى كوباية من السمنة، كوباية من السمنة. تمام، سخّنتها شوية على النار، فكّيتها كده وكمان ادّيت لها تسخينة بسيطة كده، تمام، حطّيت بقى شوية في الصينية، بس يكونوا كده شوية محترمين طبعًا، تبقى خطوات أو تفاصيل بسيطة بس هي اللي بتضبط معاكِ أو بتدّي لِك كده نجاح الكنافة من الآخر، تمام، تحطّي كده كمية حلوة من السمنة في قاع الصينية، وبعدين تحطّي كمية برضه تكون محترمة كده من السمنة على الكنافة، وتسمّني الكنافة بتاعتِك كويس جدًا، جدًا، تقعدي بقى إيه، تشرّبي بقى كل الكنافة السمنة كده عشان خاطر تبقى معاكِ كده حلوة، تطلع معاكِ مضبوطة. سِبت بس كده معلقتين 2 من السمنة في الكازرولة اللي أنا مسخّنة فيها يعني السمنة عشان خاطر أحطها على الإيه، على وش الكنافة من فوق عشان خاطر تكون مضبوطة معايا وتدّيني برضه تحميرة حلوة من فوق وتكون مضبوطة، تمام. جِبت بقى الهرّاسة بتاعة البطاطس، بُصّوا عايزة أقول لكم أنا ما باستخدمهاش غير لكده يعني. هي مش بصراحة اللي هي الإيه، الهراسة الجرانيت دي مش حلوة يعني أوي في اللي هو إيه، في الهرس البطاطس وكده، فقُلت هاستخدمها للكنافة وكمان بتضبط لي الدنيا بصراحة، تمام، وبدأت بقى إن أنا أضغط، حطيت بقى نُص الكمية بعد ما سمنتها كويس كده بالسمنة، حطيت بقى نُص الكمية بتاعة الكنافة في قاع الصينية زي ما أنتم شايفين، وبدأت أضغط عليها، أضغط عليها كويس أوي لحد إيه، ما ثبّتها كده، وبعدين عملت كده جدار زي جدار كده عشان خاطر يعني إيه، أو حاجز عشان لمّا آجي أحط القشطة ما تلزقش في الإيه، في الصينية نفسها، تمام، وطبعًا نزلت بقى بالقشطة زي ما أنتم شايفين اللي إحنا عاملينها دلوقتي حالًا مع بعض، وبعدين هانزل بقى ببقية الكمية الكنافة اللي معايا. وهنسوي بقى الإيه، وش الصينية بس مش هنضغط أوي، هنسوي بس إيه، بحيث إن هي تكون متساوية، بس طبعًا ما ينفعش نضغط عليه عشان خاطر الإيه، القشطة ما تبوظش بقى مننا والدنيا تبوظ، اللي إحنا عملناه كله يبوظ وكده. هو بس مجرد كده ضغطة بسيطة إن أنا أساوي الوش بتاع الصينية مش أكتر من كده. بس خليكِ دايمًا كل ما تروحي في حتة وتلاقي كنافة هاتي لِك بس حتى لو نُص كيلو وتحطيه عندِك في الفريزر، فطبعًا هينفعِك في وقت زي ده، يبقى نِفسِك في أي حاجة حلوة طبعًا تقومي تعملي على طول، وكمان لفة جلاش برضه بتضبط معاكِ الدنيا، حتى يعني إيه لو أنتِ نِفسِك في أي حاجة في أي وقت، فبتكون حاجتِك تحت إيدِك وكده.
دخلت بقى الكنافة في الفرن، طبعا مشغله الفرن بس من تحت مش من فوق، عند درجة حرارة 200. دخلت الكنافة قُلت بقى إيه تعالوا نعمل شوية نوتيلا كده لولاد حلوين، عشان بقى خاطر الساندوتشات وكده، تمام. هنا بقى زي ما أنتم شايفين معايا نُص كوباية من الفول السوداني بس يكون فول محمص، تمام. طحنته كويس جدًا، جدًا في المطحنة زي ما أنتم شايفين، وبعدين جبت بقى شفشة الخلاط حطيت 3 معالق من الكاكاو الخام أو الكاكاو الأسباني، ونزلت على طول بنُص كوباية الفول اللي إحنا طحناه دلوقتي. بُصّوا، أنا قعدت أطحن فيه لحد ما طلّع الزيت بتاعه أو بقت كده معايا زي الزبدة. بُصّوا، يعني أفضل طريقة على الإطلاق تعملي بيها النوتيلا في البيت هي الطريقة دي. طبعًا لو عندِك بقى بندق محمّص هتفرميه بنفس الطريقة، يكون مقشّر ومحمّص، فهتفرميه بنفس الطريقة في المطحنة بتاعة الخلاط، ويا ريت تدّي له كده تسخينة حلوة على البوتاجاز عشان خاطر يطلّع لِك بقى كل الزبدة اللي فيه. فطبعًا أنا ما عنديش بندق، ودي طبعًا وصفة بسيطة عشان يعني تمشي معانا كلنا في كل بيوتنا يعني، عشان طبعًا يعني في ناس ما بيبقاش متوفر عندها اللي هو البندق وكده، تمام. ف طريقة حلوة جدًا، جدًا، والفول كمان بيدّي لِك ريحة وطعم ما فيش بقى أحلى ولا أروع من كده، تمام. المهم حطيت في شفشة الخلاط 3 معالق من الكاكاو الأسباني، نُص كوباية الفول اللي إحنا طحناه مع بعض في المطحنة، 5 معالق من السكر البودرة، وكمان 3 معالق من الحليب البودر، ومعايا نُص كوباية من الزيت، وكمان كوباية كاملة من الحليب، والكلام ده كله ضربته في الخلاط طلع معايا أحلى وأجمل وأطعم نوتيلا. عايزة أقول لكم ريحتها تحفة جدًا، 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 لإن الفول السوداني على فكرة يعني مقارب جدًا للبندق، فهتلاقيها مقاربة ليها جدًا، جدًا، مش هتحسي بفرق خالص. بُصّوا أنا عملت نوتيلا كتير جدًا، جدًا، بس صراحةً الطريقة دي عجبتني جدًا وطعمها حلو أوي. طبعًا ادّت لي السُمك اللي أنتم شايفينه ده، وكمان لسه طبعًا هندخّلها التلاجة، فهتاخد بقى السُمك المضبوط بتاع النوتيلا، وحاجة بقى معمولة في البيت والولاد بيحبوها، وصراحةً بتبقى حلوة في الساندوتشات أوي. هنا طبعًا بقى طلّعت صينية الكنافة أول كده ما اتحمّرت، أول ما حسيت إن هي كده فصلت من الجوانب شغّلت عليها الشواية كده حوالي دقيقتين 2 خدت معايا اللون المضبوط ده. عندي بقى الشربات بارد والكنافة سخنة، وسقيت بقى الشربات كده، سقيت الكنافة كده بالشربات زي ما أنتم شايفين، وزي ما قُلت لكم ما ينفعش تكون الشربات سخن والكنافة سخنة، لازم تكون حاجة من الاتنين باردة، والأحسن يعني تكون الكنافة أول ما تخرج من الفرن تحط عليها على طول الشربات يكون هو اللي بارد. وزي ما أنتم شايفين بقى كده يا اخواتي، بُصّوا طالعة كده حاجة تحفة ما شاء الله تبارك الله عليها. طبعًا قلبتها بس الطبق ده صغير، فأنا عندي صراحةً صينية سيليستين باحب أقلب عليها الكنافة بس ما لقيتهاش أبدًا، فقُلت يالّا مش مشكلة هاوريكم بس كده وبعدين هاحطها في صينية تاني لحد كده ما تهدى وتبرد. هاقطّعها بقى وعندي كده علبة حلويات، باحب أحط فيها الحلويات صراحةً، فقُلت بقى إيه أبقى أحطها فيها بس لمّا تهدى شوية لإن القشطة بقى اللي جوّه لسه سخنة، وأنتم عارفين بقى لو قطّعتها فهتبقى بتبوظ بقى وبتلُظ وهتبقى حالتها حالة. كنت بس أول ما تهدي طبعًا هاحطها وأقطّعها كده وأحطها في العلبة برضه تكون تحت إيد الولاد وكده. وكمان كلنا بقى في الشتا بنحب الحاجات اللي هي تكون مسكّرة كده موجودة على طول في البيت، الواحد كده بيبقى قاعد بيبقى نِفْسه ياكل حاجة تكون مسكّرة يعني بلح الشام، كنافة، بسبوسة، اللي هو الجاتوه شاتوه، كيكة، يعني الحاجات دي كلها، تمام. فطبعًا عملت بقى الكنافة معاكم كده النهارده بطريقة حلوة وناجحة جدًا، جدًا. عايزة أقول لكم يا ريتكم كنتم موجودين كده وتدوقوا، والله العظيم أنا لو طايلة أدوقكم كلكم فمش هاتأخر. طلعت كده كام قطعة زي ما أنتم شايفين عشان خاطر كده نشوفها مع بعض وكمان أدوقها كده، بس ما كنتش بقى صابرة لما هي تبرد، فقلت بقى أدوق كده حتة بسيطة. وطبعا ده كان يومي شاركته معاكم بكل حب وكل أمل. اوعي بقى تكوني اتفرجت على الفيديو نسيت تحط لأختك اللايك هزعل جدا جدا منك. طبعًا يكون بقى هنا وصلنا لنهاية الفيديو، وده طبعًا كان يومي، أشوفكم على خير، وإن شاء الله استنوني في يوم جديد، مع السلامة.